المخللات عموما لها مكانة خاصة في كل بيت مصري، يعني من الآخر كده مفيش أكل مصري من غير طبق منه على السفرة. تعالوا نشوف ازاي نعمل المخلل ده بنفسنا بجودة ونظافة عاليين. لا وكمان هيبقى صحي وموفر، يعني على قد الإيد. أهم حاجة صلى على النبي واعمل لنا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا أقولك الطريقة. المخللات حاجة قديمة جدا، وطبعا كلنا عارفين انها موجودة من آلاف السنين. المصريين القدماء كانوا اول ناس يعملوا مخللات، لانها كانت طريقة لحفظ الاكل لفترات طويلة. وقتها ما كانش فيه الطرق الحديثة لحفظ الاكل زي دلوقتي كده. كان الملح وقتها اغلى من الذهب، انت متخيل؟ احنا دلوقتي بقى بنستخدم التمليح او التخليل علشان بس نضيف نكهة للاكل. فيلا بينا اقولك على خطوات صنع المخلل البيتي. دلوقتي تعالوا نشوف المكونات. اول حاجة كمية الجزر اللي تحتاجوها في التخليل، ويفضل طبعا تختاروا جزر متوسط الحجم، وده لانه هيبقى سهل معانا في التقطيع. تاني حاجة معانا وهي الليفت، وهنا طبعا الحاجة كانت مجهزاهم، ربنا يبارك لنا فيها. تالت حاجة وهي ملح الطعام، ويفضل ان يكون الملح خشن. حبة بنجر ودي هتدينا اللون الوردي، وطبعا الشطة دي اختياري، وفصين توم. الحاجات دي متوفرة دلوقتي واسعارها رخيصة جدا. فيلا بينا نبدأ بالخطوات. اول حاجة مهمة جدا وهي مرحلة الغسيل، وده لان مكونات المخلل لو مش مغسولة ومعقمة كويس هيعفن ويبوظ منك بسرعة. فممكن نستخدم فرشة في الغسيل، ده هيبقى مفيد جدا. خلصنا من مرحلة الغسيل، تعالى بقى ندخل على مرحلة التجهيز، وهنبدأ بالجزر. ويفضل طبعا ان الجزر يكون حجمه متوسط. وطبعا انا جبت البتاعة دي معرفش اسمها ايه علشان يبقى الجزر شبه الجاهز بالظبط. طبعا وانتوا بتقطعوا الجزر حاولوا تخلوا القطعيات كلها قد بعض بالظبط، وده طبعا عشان المخلل كله يستوي مع بعضه في نفس الوقت. اهم حاجة لو لسه ما صليتش على النبي صلى على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. ولايك وسبسكرايب كده مش هتخسر حاجة يعني. طبعا واحنا بنشيل الجزء اللي في الجزر من تحت ده، لو لقيته اخضر يبقى كده تشيلها، اما لو نفس الشكل كده تمام. اما بقى لو انت بتقطع لقيت الجزء اللي بيتقطع من تحت ده اخضر نفس الشكل ده كده، لا لازم تشيلها. وعشان ما اطولش عليك قول طول، اتخطلنا يا ابني الحتة دي بسرعة. شفت الموضوع سهل ازاي؟ وهنا نكون خلصنا مرحلة التجهيز. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. هنبدأ ان احنا نعبي الجزر في اي حاجة عندنا، وده لان الجزر كان مسكر شويتين. وبعدها هنبدأ نضيف عليهم شوية ملح، وطبعا الملح هنا بنضيفه علشان ينزل السكر اللي في الجزر. هتقلب الجزر كويس جدا، وبعدين هننقله على حلة تانية وهنسيبه 24 ساعة. وعلى ما الجزر ينزل السكر اللي فيه، تعالى بينا نروح على الليفت. اول حاجة هنعملها في الليفت ان احنا هنغسله كويس جدا، وهنبدأ ان احنا نجهزه زي ما عملنا في الجزر بالظبط. اول حاجة هنبتدي ان احنا نفصل الرؤوس عن العيدان بالشكل ده. مش هطول عليك، وهنا نكون خلصنا تجهيز. هنبدأ بقى في عملية التقطيع. قطعوا الليفت بالشكل اللي يعجبكم، لكن انا شايف دي ابسط طريقة لتقطيع الليفت. اهم حاجة وحضرتك بتقطع الليفت يبقى متساوي زي بعضه بالظبط. وحضرتك بتقطع كده ممكن تقابل نوع من الليفت اللي هو الليفت الشايخ زي اللي في الفيديو كده بالظبط. طبعا دي هتشيلها لانها مش هتنفع في التخليل خالص، وهنضيفها على الليفت اللي احنا حطيناه من شوية مع شوية ملح. طبعا الجزر 24 ساعة والليفت 4 ساعات بس. وده طبعا شكل الليفت بتاعنا بعد تاني يوم. عايزك كده تبص معايا على كمية المية اللي نزلت من الجزر. هنروح بقى نغسل الجزر ونرجع لكم تاني. وتعالى بقى ندخل على اخر مرحلة. طبعا احنا بنحب المخلل السبايسي، فضربنا نص الشطة اللي معانا والنص التاني سيبناه سليم. هنبتدي ان احنا نجهز المحلول الملحي. عايز اقولك ان الموضوع اذواق، في ناس بتحب المخلل المالح وناس لأ. لكن طبعا المخلل المظبوط ان كل كوب ميه معلقه كبيره ملح. طبعا حضرتك بتضيف الملح على الميه المغليه وتسيبها لحد ما تبرد. وهنا بعد المحلول الملحي ما برد بدأنا نضيفه على الشطه اللي احنا حطيناها. طبعا ممكن تضيف الخل او الليمون عشان يساعد في عمليه التخليل. وهنبدأ ان احنا نضيف الجزر بتاعنا واحده ورا التانيه. وبعد ما ملينا البرطمان هنبدأ نكمله محلول ملحي، ولازم تتأكد ان المحلول الملحي مغطي المخلل للآخر. وهنكرر نفس الحوار مع الليفت، وهنبدأ ان احنا نقفل البرطمانات كويس. شايف الألوان والحاجات الجميلة دي ما بتتعملش غير في البيت بس. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سلام.